السلام عليكم. ناس كتير بدأت تسألني عن فارس ليه بتلعب بيه توب كتير. أنا شايف إن فارس دلوقتي من أحسن شامبيونات التوب. الفيديو ده أنا هشرح لكم فارس بكل تفاصيله، بالبازف، بالأيتمز، بالرونز، بكل حاجة. خلينا نبدأ بالبازف بتاعه. البازف بتاع فارس هو إن أنت لما بتقتل مينين بتاخد نسبة أتاك دامج وأتاك سبيد وأبيليتي باور، ولما بتقتل شامبيون بتاخد نسبة أعلى في الدامج والأبيليتي والأتاك دامج في كل حاجة يعني. نيجي للكيو. هو ان انت بتبقى معاك لما بتدوس كيو لمدة 4 ثواني معاك سهم بتضربه بدامج عالي. السهم ده بيخبط اول تارجت بيخبط فيه هو اللي بيجي بدامج اعلى، اما اللي وراه بيجي بدامج اقل، حاجات بسيطة. لو انت معاك الوقت ممكن تزود الكيو لحد الاخر، بس كده معاك اعلى دامج فتضربها بقى براحتك، كده الدامج بتاعها بيبقى اعلى حاجة. نيجي للدبليو، ودي اهم حاجة. وهو فارس عبارة عن دبليو. ان فارس في التوب لين او بالبيلد اللي انا هشرحها هو عبارة عن دبليو. الدبليو بتاعتك ليها 3 استخدامات. اولا انت مجرد ما فتحتها من غير ما تستخدمها خالص هي بتخلي لك الاوتو اتاكس عليها بونص ماجيك دامج. يعني لو شفت الضربة هتلاقي بتطلع باتاك دامج وبونص ماجيك دامج. البونص ماجيك دامج ده هو البازف بتاع الدبليو. تاني بازف وهي الاستكات اللي بتظهر على التارجت اللي انت بتضرب عليه. التارجت ده العلامات اللي عليه دي ايه لازمتها؟ ان انت بعد ما بتعمل العلامات دي لما بتيجي تضرب كيو او اي او ار، اي سكيل بتيجي تضربها بعد ما بتعمل الاستكات بتيجي بدمج عالي. يعني بص دلوقتي كيو هتيجي بدمج قد ايه؟ في بونص دامج طلع 525 غير ال 400 بتوع الكيو الاساسيين. طب انا لو مش عامل ده استكات زي كده، يعني من هنا مش عامل استكات، هاجي اضرب كيو هي ب 486 بس، بالاستكات تيجي بكام؟ بونص 600 وي غير الدمج بتاعها. طب لو عملت الاي هنا من غير اي حاجه، من غير اي استكات، الاي ب 250. طب هنا في ثلاث استكات، هعمل ايه؟ برضو جت ب 451 غير الدمج بتاعها. فهو ده لازمه الاستكات. تالت بازف لاستخدام الدبي وهو ان انت لما بتستخدم الدبي نفسها، يعني انا كل اللي انا شرحته اللي فات ده من غير ما تدوس دبي اصلا، اول بازفين اللي هو البونص دامج على الاوتو اتاك والاستكات اللي انت بتعملها على الانمي، كل ده من غير ما تدوس دبي، انت بس مجرد ما فتحت الدبي. امتى بقى تدوس دبي وامتى تستخدمها عشان خاطر تطلع بيها دامج؟ لما تيجي تعمل كيو. يعني هي الدبي كل لازمتها لما تيجي تدوس عليها قبل ما تعمل كيو. انت معاك 4 ثواني، انا دوست دبي دلوقتي في سهم، في حاجه هنا بتحمل. كل ده وقت انت معاك ان انت فيه تدوس دبي. لو ما دوستش بترجع لك تاني الدبي عادي في الكول داون، لان الكول داون بتاعها كبير جدا. فانت تدوسها امتى؟ تدوسها وقت ما تيجي تضرب كيو. يعني انا دلوقتي مثلا بفايت هضرب ال3 اسهم بتوعي عشان اعمل دامج عالي بكيو، وهدوس دبليو قبل كيو، كده كيو هتطلع بدامج رهيب. بصوا 3 استخدامات. وخلينا اقول ان كل حاجه في الدبليو بتبقى ماجيك دامج. يعني اول استخدام بيطلع بونس ماجيك دامج، تاني استخدام اللي هو بتاع الاستكات برضه بيطلع بونس ماجيك دامج، تالت استخدام وده الاهم هو ان بيسحب نسبه من اتش بي اللي قدامك. يعني الشامبيون اللي قدامك كل ما بتعمل دبليو قبل الكيو، كل ما هو تانك كل ما انت هتعمل دامج اعلى. يعني كل ما الاتش بي بتاعه بيكون عالي كل ما انت هتعمل دامج اعلى. وعشان كده بنشوف فارس بيسيح التانكات اللي هم زي ماندو وغيره، الدبليو بتطلع بدامج رهيب عشان كده. فهي دي استخدام الدبليو، تدوس دبليو قبل ما تستخدم الكيو. طب لو مسيت الكيو كول داون دبليو ما بيرجعلكش. في حاجة مهمة قوي نسيت اقولها، وهي مع الاستكات اللي انت بتعملها على التارجت وانت بتضرب عليه. هي ان انت لما، يعني أنا دلوقتي ضربت الاي هنا اهو، الاي 6 ثواني، لو ضربت اي سكيل هنا بقى الاي جات لي تاني، الاي فتحت تاني. ليه الاي فتحت تاني؟ لان انت لما بتضرب اي سكيل على الانمي وهو عليه علامات بتشيل نسبة من الكول داون بتاع السكيلات كلها. يعني انا دلوقتي هضرب 3 علامات اهو. خلينا بص، انا مش معايا كيو 9 ثواني، هضرب الاي هنا. بص الكيو بقت 3 ثواني بس بعد ما كانت 7 ثواني. والاي نفس النظام. يعني دلوقتي لو ضربت 3 علامات وضربت اي، الاي قلت. طب ضربت 3 علامات تاني ضربت كيو، الاي فتحت. هضرب 3 علامات تاني وهضرب ايه، الكيو فتحت. هو فيروس رهيب عشان كده. انت بس تستخدم الباسف بتاعه، مش محتاج ان انت تبقى فول ابيليتي ولا محتاج تبقى فول دامج. انت تعمل البيلد اللي انا بقول لك عليها دي وهتلاقي نفسك تانك، هتلاقي معاك ابيليتي، هتلاقي معاك دامج، وفي نفس الوقت يعني الدامج بتاعك بيكون رهيب، مش الدامج طبيعي. بس تستخدم باسف الدبي صح، اللي هو تضرب 3 اوتو اتاكس او تعمل 3 مارك وبعد كده تضرب الكيو. ايه بقى فايدة كده احنا شرحنا الكيو والدبليو. نيجي للاي بقى. الاي بتاعتك بتعمل سلو التارجت اللي قدامك وبتعمل له انتي هيل. يعني طول ما التارجت اللي انت ضربت على الاي موجود فيها هو عليه انتي هيل. من غير ما تشتري انتي هيل انت معاك انتي هيل في الدبليو، في الاي قصدي. تمام. نيجي للار، وهي ان انت تستن تارجت وبرضه بتشغل البازف. يعني لو الشخص ده بص هنا هضرب هنا الار، الار هنا عمل 900 دامج. ماشي.
نخلي بقى نضرب ار واحنا عاملين 3 ستاكس 1450 زادت برضه. ايه لازمة الار بقى التاني؟ الار برضه ليها لازمة تانية غير ان هي بتعمل ماجيك دامج وبتستان. ان انت لما بتضربها على التارجت طول وقت الاستان هتلاقي فيه المارك بتعدي عليه، بيجي عليه 3 مارك. اي حد واخد استان من الار وقت الاستان بتلاقي المارك بيتعد عليه، فانت تدوس ار وتستنى وتجهز الكيو، هتلاقي في مارك بتعد عليه. بعد ما الثلاثة مارك يبدأوا يظهروا تضرب الكيو من غير ما تضرب اوتو اتاك. احنا هنا ما ضربناش اوتو اتاك، احنا هنا بس عملنا ار. يعني انا بس هنا عملت ار وبعد كده حملت الكيو قبل ما الاستان يخلص اروح جاي ضارب الكيو. يبقى انا كده عملت ار، عملت فيه دامج، وعملت عليه التلات استكات. طول ما هو مستني الاستكات بتعد حواليه هتلاقي تلات استكات اتعملوا. وبعد كده ضربت كيو، عملت البونس دامج بالكيو، وحملت كيو للاخر كمان عشان تعمل اعلى دامج. والكيو كمان لما بتخبط في تارجت في اي حد في الدايره اللي حواليه بعدها بثانيتين بالظبط بياخد ستان. اي حد في التارجت الار بعدها بثانيتين بياخد ستان، يعني مش بس التارجت انت دوست عليه. فحاول تستخدمها على حد يكون حوالين الانمي، يعني مش تستخدمها لواحد لوحده او حد بعيد عن الفايت. يكونوا متجمعين كده تضربها في اي حد فيهم هتروح جايه متحوله للي حواليه زي ما انت شايف كده. وبرضه العلامات بتيجي للي حواليه بس طول ما هو مستن. يعني وقت الاستن لو مستنى ثانيتين، خلال الثانيتين هيتعمل عليه علامة البذف. نيجي للبيلت، وهي الأول أيتم بجيبها هي الهيكس بليد. الهيكس بليد دي فيها اتاك دامج واتاك سبيد وهيل، وفيها كول داون للار. وكمان بعد ما بتستخدم الار لمده 8 ثواني انت معاك 50% اتاك سبيد و20% موف سبيد. يعني بتكون سريع ومعاك اتاك سبيد بعد ما بتستخدم الار. الايتم دي فيها كل حاجه انت ممكن تحتاجها الفارس في الايرلي جيم، غير انها بتخلي لك الار تجي لك بسرعه جدا. تاني ايتم هي الداسك اند داون، الايتم البروكن اللي حاليا كل الشامبيونات بتلعب بيه. الايتم اللي فيه كل حاجه، فيه هيل وابيليتي واتاك سبيد وابيليتي هيست. وكمان الباسيف بتاعه هو عامل ان انت بعد ما بتضرب، انا دلوقتي ضربت كيو هضرب اوتو اتاك واحده بصوا، عمل بونس دامج وكمان عمل 2 ستاكس بالدبليو. يعني عملت ستاكتين زي ما انت شايف كده. هضرب ايه واجي اضرب اوتو اتاك، عملت ستاكتين بونس دامج بستاكتين، فحلو قوي مع فارس عشان كده. تالت ايتم هو ريفت ميكر، لانه برضه بيخليك مع فيه هيل وفيه ابيلتي باور وفيه كول داون. وبرضه طول ما انت في الفايت بيديك نسبة تانك ونسبة اومني فامب اللي هو بيخلي لك معاك لايف ستيل وبيخليك تانك شوية، فكويسة جدا. اخر تو ايتم دول بقى بجيبهم على حسب الجيم. يعني مثلا لو لقيت نفسي محتاج زونيا بجيبها، ولاست ايتم بيكون ديسكاب. والجزمه بنجيبها على حسب اللي قدامك. لو في استنات كتير بجيب ماجيك ريزيست، لو في شامبيونات اتاك دامج تعتمد على الاوتو اتاك بجيب ارمور. لو مش محتاج دي ولا دي بجيب الماجيك بنتريشن لانها بتكون مفيده برضه عشان التنكات. آه بس كده. امتى بقى ما تجيبش الزونيا؟ لو انت مش محتاج زونيا ممكن تجيب الشادو فليم او الستورميتش، بس لو انت لقيت الجيم صعب مثلا وفي فوكس عليك تبدا تجيب الزونيا. ده بالنسبة للتوب لين. واما بالنسبة للرونس هي البريس اتاك اللي انت شايفينها في الشاشة دي. وبس كده. ولو حابين اشرح لكم اي حاجة تاني ما تنساش تقولي لي في الكومنتات، واللي مش عامل لي فولو يعمل لي فولو. بفتح لايف يوميا من الساعة 10 بالليل لحد الصبح، وبنشرح لو حد حابب يسأل على حاجة بشرحها له. وشكرا.